مساء الخير لحلقة جديدة من برنامج السلطة الرابعة. بهالحلقة مشاهدينا رح نركز طبعا على الموضوع السياسي الداخلي بضوء المستجدات اللي اقتصرت على المواقف السياسية، بالإضافة إلى الملف الإقليمي واللي بيتعلق والدولي واللي بيتعلق بقمة سان بطرسبورغ ما بين الرئيس أردوغان والرئيس الروسي بوتين، وأيضا اللي استكملت هذه القمة اللافتة واللي استكملت بزيارة قام فيها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا. لماذا هذا التواصل وماذا يحصل؟ كيف ستنعكس على سوريا هذه اللقاءات؟ وهل من اتفاق عم يحصل خلف الكواليس؟ هيدا رح يكون المحور الثاني من حلقتنا اليوم للسلطة الرابعة. ضيوفي هالحلقة وبلقاء خاص يعني رح يكون لجزء من الحلقة مع الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية الرئيس أمين الجميل من بكفية مباشرة. مساء الخير فخامة الرئيس. مساء الخير، بنحييك إليك، بنحيي ضيفك العزيز كمان سفير عبد الله أبو حبيب. عرفت عنه بدي أعرف عنه باستديو. بنرحب بسفير لبنان الأسبق إلى واشنطن. طبعا أنا نسيت أحكي بدي أحكي كمان موضوع شفنا صورته على الشاشة ما نحكي عن موضوع الانتخابات الرئاسية بأمريكا. سفير الأسبق في واشنطن عبد الله أبو حبيب، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بالام بي ان. وأيضا معي من النيوز روم من الكاتب والصحافي علي حجازي. مساء الخير أستاذ علي. مساء الخير لك ومساء الخير فخامة الرئيس، مساء الخير سعادة السفير. مع مواقفك المميزة لنشوف شو جايب لنا اليوم. فخامة الرئيس البداية معك، أول شيء ليش مطول الغيبة وليش هالصمت؟ احنا بين الايادي، بس بتعرفي الظروف اللي عم نعيشها يمكن اذا الكلام من ذهب الصمت من الماس. بس في اسباب معينه لانه اطلالاتك صارت كثير قليله وما عم نشوف يعني تعليق لك على المواقف اللي عم بتصير او على التطورات اللي عم بتصير بلبنان. نحن بازمه ما عم نعرف نطلع منها. يعني إذا بتريدني بنحكي عنها الأزمة بالوقت الحاضر، بتكون المناسبة كمان نعبر عن هيك شوية أفكار. بس بنعرف تماما أنه عم نمر بمرحلة عقم سياسي وفراغ وإلى ما هنالك. الكلام بعتقد صار مبتذل بالوقت الحاضر، ويمكن بالوقت المناسب الكلمة إلى وزنها، بس بهالوقت الزمن الضايع عم نسمع كثير كلام يمكن ما له عازي. طب فخامة الرئيس رح بلش من آخر الكلام والحديث اللي سمعناه اليوم. تصريحات بتقول انه عم بيصير في لقاءات ما بين الكتائب والقوات والمستقبل تحت الطاولة من اجل يمكن بلورة امر ما بالموضوع الرئاسي. شو صحة هالكلام؟ ما في لزوم نحكي تحت الطاولة وفوق الطاولة. نحن الكلام ما انقطع بيننا وبين القوات اللبنانية أو بين تيار المستقبل. نحن على تواصل دايم، ومن فترة صار في اتصالات، ونحن عم نتابع الأمور مع بعضنا البعض. هلا يمكن في تفاوت بوجهات النظر، إنما بعتقد القضايا الأساسية نحن كلنا متفاهمين على إنه في مصلحة لبنان تقتضي اتخاذ بعض المواقف والتشاور الدايم، ما ينقطع الاتصال. فخامة الرئيس، السلة الكاملة، الكتائب مع السلة الكاملة مشاركتكم بطاولة الحوار. شفنا مواقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بموضوع البنود اللي انطرحت على طاولة الحوار. مكملين بالحوار، هيدا قال له قدرنا فهمناه من النائب سامي الجميل عند انتهاء الحوار الثالث، يعني الاجتماع الثالث من ثلاثية الحوار، لكن ما عرفنا ضعنا شو بدها الكتائب. مش عم نعرف، يعني انفتح اول يوم مجلس الشيوخ، ثاني يوم ما عرفنا اذا الكتائب بدها مجلس الشيوخ. انفتح كثير مواضيع، عم نشوف انه في مواقف عم بتكون مناقضة لها او بعد شوي. شو موقف الكتائب اليوم، غير انه انتم حاطين رزنامتكم للحل السياسي تبدأ بانتخاب رئيس ومشترطين اي حل ما يكون الا بعد انتخاب الرئيس؟
يعني رئيس حزب الكتائب هو بيعبر عن موقف حزب الكتائب. انا رح لك شو رايي. انه نحن كلنا بأمس الحاجه الى تطوير النظام اللبناني، ولما كنت على رئاسه الحزب قدمنا برنامج الانتخابات الاخيره حول تطوير النظام اللبناني، ضروره تطوير النظام اللبناني، واعطينا بعض التفاصيل، وفي ورقه متكامله حول هذا الموضوع وتطوير كل المؤسسات واذا ضروره انشاء مؤسسات جديده. فاذا الموضوع منه اذا نحن مع تطوير النظام او مع ابقاء الامور على حالها. قضيه مجلس الشيوخ متفق عليه، قضيه اللامركزيه متفق عليها، مجموعه قانون انتخابي جديد كذلك الامر متفق على ضروره صياغه مشروع جديد للانتخابات، انه الانتخابات الى ما هنالك. هلا الموضوع هو غير محل، الموضوع هو انه جدول اعمال مجلس هذه هيئه الحوار. شو هي جدول اعمال؟ البند الاول هو انتخاب رئيس جمهوريه. كل شيء اللي انا بخاف منه، بخاف انه ندخل بمتاهات، ندخل بمشاريع، ندخل نحط على الطاوله بنود تكون هي مضيعه للوقت، وتكون هي منا الموضوع الاساسي، لانه ما فينا نبحث بكل هالامور هيدي قبل ما نبحث قبل ما ننتخب رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه هو موقع رمزي ومفصلي بالحياه السياسيه اللبنانيه، فاذا كيف ممكن ندخل بكل هالتفاصيل هيدي قبل ما ننتخب رئيس جمهوريه؟ بعدين اذا بندخل في عندنا موضوعين، هلا موضوعين او استحقاقين ما فينا نتهرب منهم. الاستحقاق الاول كما ذكرنا الانتخابات الرئاسيه، انتخاب رئيس جمهوريه. الاستحقاق الثاني قانون انتخاب، لانه الانتخابات بدها تجري حتما بايار 2017، فاذا من المفروض نتفق على قانون جديد. فدخول هلا ببحث بمجلس الشيوخ او باي موضوع اخر هو مضيعه للوقت، وكانه بسموه بالديفيرسيون، وكانه نحن عم نميع الموضوع الاساسي اللي هو انتخاب رئيس جمهوريه، وهو سن قانون انتخابي جديد. فنحن هذا الخايفين منه. بعدين عم نسمع هلا انه في خلاف حول مين بده يترأس. قبل ما نبحث بمجلس الشيوخ بلشنا هلا نختلف مع بعضنا حول مين بده يترأس، هل يكون درزي، هل يكون ارثوذكسي، هل يكون كاثوليكي، مين بده يترأس. فاذا قبل ما ندخل بهالموضوع بدأنا بنقاش حول رئاسة هذا المجلس. كم بالاحرى لما ندخل بتفاصيل القانون مجلس الشيوخ وشو بتكون صلاحياته، كيف بدها تاخذ من صلاحيات مجلس النواب، كيف بده يقبل النواب بانه انتزاع بعض صلاحياتهم. يعني هيدا هو عم بعطي انا فكره عن ما ينتظرنا من اشكالات ومن سجالات ومن نقاشات ومن مضيعه للوقت، بينما في عنا استحقاق اساسي هو انتخاب رئيس جمهوريه عم نميعه، وعم نميع موضوع اخر هو سن قانون جديد للانتخابات. فنحن بعد مره بقول انا توجهي، وهذا بعتقد كثير من الرأي العام مصر، انه بدنا تعديل النظام، بدنا تطوير النظام، بدنا ادخال اصلاحات جديده، انما بنفس الوقت خلينا نكون صريحين. هل هلا الوقت؟ يعني البلد على كف عفريت، والدنيا كلها حوالينا فيها الصراعات المدمره حوالينا بسوريا، بالعراق، باليمن، بليبيا، بغير. يعني نحن وقتها ندخل بهالسجلات العقيمه، بينما ما عندنا رئيس جمهوريه والانتخابات النيابيه على الابواب، ما بنعرف باي قانون انتخاب. فهذا هو يعني المنطق بقول هيك. نحن عم نحكي بهذا المنطق اللي بيفرض علينا انه نحط كل وقتنا هلا بموضوع انتخابات. هلا بدي اقول شغله اذا بتسمحي لي، بدي اضيف موضوع اخر. نحن كلنا بنقدر الجهود اللي عم يبذلها دولة الرئيس نبيه بري، هو اخ عزيز وهو بيعرف شو المودة وشو الثقة وشو التقدير، وعم بيبذل كل جهوده. ونحن كمان ما بننسى انه الرئيس بري عم بياخذ تحدي كبير رغم تحالفاته ونوابه، نواب حركة امل، يحضروا الجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. وهل كمان كذلك امر التحدي اللي عم بيرفعه هو بهيئة الحوار، كذلك امر البند الاول منا انتخاب رئيس. فنحن كلنا بنقدر هالجهود عم بيبذلها الرئيس نبيه بري، وجهود حقيقة بهالظرف بهالوقت الصعب هو يمكن من القلائل اللي عم بيواجهوا القدر وعم بيحاولوا يوجدوا حلول لهالمستنقع اللي نحن كلنا غرقانين فيه.
فبنفس الوقت يعني الله ياخذ بيده ويوفقه، بس نحن عم نأكد على انه في اذا بده حقيقة يخدم البلد ونتقدم بكل هالبرامج هيدا بهالخطة الانقاذية، في جهد بده ينعمل بدء بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، لأن طالما ما انتخبنا رئيس جمهورية، حتى إذا بكرة اتفقنا على أنه انتخاب جديد وانتخبنا مجلس، كمان راح نعلق بمغطس آخر كيف بدنا نشكل الحكومة، مين بده يعمل استشارات ومين بده يمضي مراسيم تشكيل الحكومة. بنجيب 24 وزير يمضوا مرسوم تشكيل الحكومة، يعني عم نحط العربية قدام الخيل، وهذا نحط العربية قدام الخيل منه منطقي. فلذلك من ناشد كل المخلصين، ولا سيما معلش بدي اتوجه هون للمسيحيين بالذات، لانه هذا الموقع الرئيس المسيحي اللي متفق عليه كان بلبنان، والمركز المسيحي الوحيد بهذا المرتبة بالعالم العربي. يعني من ناشد الجميع لا سيما المعنيين مباشرة انه يرحموا هذا البلد. بدكم هلا نحكي بقضية رئيس الجمهورية، انما بالوقت الحاضر في ضرورة ما نتوقف على التفاصيل. يعني في دستور بيلزمنا بمسار معين، بعدين بدنا نعدل الدستور بنعدله، ننتخب الرئيس ونعدل الدستور، ننتخب رئيس نطور الدستور، نعطي لكل اذا يعني الطروحات كلها اللي عم تطر علينا اللي ما كثير مقنعة، بس نفترض جدلا انه فيها امور ايجابية. خلينا هلا ننتخب رئيس جمهورية، نتفق اذا اتفقنا كلنا مع بعضنا بنجيب رئيس قوي، بنجيب رئيس عنده ثقة الناس، بنجيب رئيس عنده قدرة انه يقود البلد بهالمرحلة بالذات. ما بعتقد البلد يفتقد لشخصيات. فمن هون يعني نحن بدنا نأكد على انه الأولوية هي لانتخاب رئيس جمهورية. فخامة الرئيس، شو مفهومك بعده هلا للرئيس القوي؟ يعني اليوم النائب علي فياض قال لكم انه ليش هيك مسكريني على العماد عون؟ خلينا ننقل البلد من محل لمحل وننتخب العماد عون رئيس الجمهورية. وامس السيد حسن نصر الله كمان يعني عطى مثل باب يبلشوا يحكوا القوى السياسية بين بعضهم، لما قال لكم انه نحن خلينا ننتخب رئيس ومن بعدها منفتحين على رئاسة الحكومة، منفتحين على مناقشة المرحلة القادمة. إذا كان الممر الإلزامي لانفراج الأزمة اللبنانية هو انتخاب العماد ميشيل عون رئيس للجمهورية، ما بتمشوا بهالموضوع؟ يعني طريقة الإملاء ما بعتقد لها علاقة بمفهومي أنا الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ في صار لنا 2.5 سنين مجلس النواب هو حر ينتخب مين بده. هيدا النظام والتقليد والدستور، اولا الدستور ثم التقاليد ثم النظام ثم المنطق. بقول في مجلس نواب، اذا المجلس نواب ما عجبنا بكره حننتخب واحد ثاني، اذا النظام ما بيعجبنا بكره كمان من خلال مجلس نواب نعدل النظام. انما اليوم في مجلس نواب وفي نظام لهذا المجلس النواب وفي قانون وفي دستور، خلينا نتأيد فيه. انما طريقة الاملاء يا هذا يا لا احد، يا بتمشوا بهالمرشح يا بنعمل وبنسوي واحد، هذا منه منطق. مش بس كمان هلا صار بدنا رئيس جمهورية، كمان عم نحدد مين رئيس مجلس النواب. كل محبتي واكيد الرئيس بري هو قامة وطنية وما بعتقد في غيره بالوقت الحاضر مطروح لرئاسة مجلس النواب، انما ما بعتقد من مصلحة الرئيس بري انه ينطرح بهذا الشكل. يعني خلينا نخلي هالمؤسسات تاخذ مداها، هالمؤسسات تعيش حياتها الطبيعية. في تقاليد من سنة 43 لليوم، في تقاليد. شيخ بيير جميل بالسبعينات كان بشكل على الأقل 75% من الرأي العام المسيحي، وكان عنده ميليشيا وكان عنده مسلحين. ما اجى قال يا بيير جميل يا لا أحد. وهلما جرا كمان أمثلة أخرى، رئيس فرنجية على صوت انتخب. خلونا نلعب لعبة النظام، نحترم النظام، نحترم الدستور، ننتخب رئيس. في صار لنا 2.5 سنين عم بيقولوا له النواب انه ما بدنا ننتخب، ما هو مرشحنا العماد عون، منه مرشحنا بالقوة يعني بدنا نفرضه على الناس كلها، على كل الطوائف وكل الفئات وكل الأحزاب
وكل الكتل النيابيه منه منطقي. في قانون بدنا نحترمه، في دستور بدنا نحترمه. هالطريقه هيدي الاملاء انه يا بتجيبوا العماد عون هذا الطريق الوحيد وهذا المرشح الوحيد هذا كذا وكذا، منه لا بتفيد العماد عون ولا من مصلحه العماد عون ولا من مصلحه الوطن. مصلحه الوطن انه المؤسسات الدستوريه تاخذ وللمستقبل هيدا الكلام فخامه الرئيس؟ اكيد عملوا للكل. نحن على كل حال واضح انه نحن خلافنا مع القوات انه ماشيين ضد قناعاتهم او ضد المبادئ اللي هن كانوا عم يطرحوها. ما رح ندخل هلا بالتفاصيل يعني، بس ولا بدنا، هذا مش موضوع الحلقه. بس نحن على خلاف مع القوات حول هذا الموضوع، هذا واضح. طب فخامه الرئيس، لكن كيف بدنا نحل؟ بننزل على مجلس نواب ومثل ما عم بتقول واللعبه الديمقراطيه هي اللي بتاخذ مداها، وانتم اذا نزلتوا على مجلس نواب وكلهم يعني وفق هذه الصيغه تنتخبوا مين؟ هل ما زلت مرشح لرئاسه الجمهوريه او مش مرشح الكتائب اقله؟ انا خلينا نفك رسل رئاسه الجمهوريه بعدين نحكي بالتفاصيل. خلينا نفك لها رسله بالاول، ننزل على مجلس نواب. وانا مقتنع انه فيما لو نزلنا على مجلس نواب والتقينا لابد ما ننتخب الرئيس الأصلح والرئيس القادر والرئيس اللي هو عنده ثقة الناس وقادر يمثل لبنان بالمحافل الدولية. لابد يعني كل الرؤساء اللي اجوا لحد هلا يعني من سنة 43 لليوم بعتقد مجلس نواب لم يخطئ. يمكن اخطأ معي اذا طب مين يا فخامة الرئيس؟ مين ما المرشحين معروفين؟ بس انه لحد هلا مجلس نواب لم يخطئ، يعني كان انتخب رؤساء قاموا بواجباتهم حتى على اخر رمق. ننزل على مجلس نواب وننتخب. هذا الدستور وهذا التقليد وهذه مصلحة بيقول نبيل هيثم وهذه مصلحة المسيحيين بالذات. بيقول نبيل هيثم بسباق أخير قبل الفراغ الخطير بينقل عن مسؤول عن مرجعية كبيرة: السلبية القائمة هي الوصفة الملائمة ليس فقط للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي أو ما شابه بل إلى الحرب، وساعة إذن لا ينفع الندم. لذلك أمام لبنان فترة حاسمة من الآن ولغاية تشرين الثاني لصياغة حل شامل. الرئيس نبيه بري يستشعر هذا الخطر، ولأن انتخاب رئيس الجمهورية وحده إلى مجلس وحده ليس الحل بل جزء منه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مجلس شيوخ، فصارت الأولوية بالنسبة إليه الشغل الحثيث من الآن وحتى 5 أيلول المقبل محاولة إحداث خرق كبير على مستوى القانون الانتخابي. وهذا الكلام اليوم ايضا الوزير علي حسن خليل بيقول انه الرئيس بري من خلال هالحوار عم بيحاول انه يفتح ثغورات بالازمه القائمه. بالنهايه وين بنروح على انتخابات نيابيه ام انه بالفعل رايحين مثل المرجعيه ما عم بتقول او مؤتمر تاسيسي او حرب؟ وهذا اللي حذر منا الرئيس بري ايضا من شي 4-5 ايام، يعني اما حرب اهليه او مؤتمر تاسيسي. استاذتنا العزيزة، أنا ما بدي أدخل بسجال مع أحد، هذا مقال صحفي، ويعني ما في شك إن كل الصحفية عندهم عم بيعملوا جهد كبير وتفكير وإلى ما هنالك، بس أنا مني هلا بمعرض سجال مع أي صحفي حول هذا الموضوع. بس أنا بسأل سؤال بنفس الوقت: هل إذا انتخبنا العماد عون بهالطريقة هيدي وبطريقة الإملاء، هل يا ترى كمان نتفادى الحرب الأهلية أو أي منطق مشابه؟ يعني إذا طريقة الإملاء هي التأسيس لمعركة داخلية، تأسيس لخلافات كبيرة، حتى بنستعمل تعبير آخر، خلافات كبيرة على الصعيد الرأي العام اللبناني أو بين الفئات والطوائف والأحزاب كلها. يعني طريقة الفرض هذا هي اللي بتأسس لخلافات كبيرة وليس التوافق. بالعكس التوافق هو اللي بيتجنب. إذا طريقة الإملاء، إذا انتخبنا العماد عون أو ما انتخبنا العماد عون، طريقة الإملاء هي اللي بتأسس لكبت، هي بتأسس لضغينة، هي بتأسس لحقد، هي بتأسس لهالخلافات الكبيرة اللي ما بنعرف وين ممكن تودي. طيب بتروح ما حدا يعني عم نخلط الأمور ببعض البعض بينما في شيئين بجنبوا البلد من أي ثورة، من أي حرب أهلية، من أي خلافات كبيرة
من اي امور سلبيه. في شيئين، ما في ثلاثه. في اولا نحترم الدستور، اثنين يكون في توافق بين اللبنانيين، هذا اللي بيحموا البلد. اما طريقه الاملاء بنوقف نرفع اصبعنا انه يا بتجيبوا فلان يا بنعمل بنسوي، هيدي بنكون عم نخلق شعور كثير سيء حتى بنستعمل غير تعبير، وبنكون عم نأسس لخلافات لابد ما تنتج عن هالتصرفات هيدي. فاذا خلينا نرجع للمنطق، نرجع لتقاليدنا اللبنانيه، نتفاهم مع بعضنا البعض. انا بحترم أنا صار في بهالبيت بالذات، بهالغرفه بالذات، مع النائب علي فياض كان في جو كثير منيح وكثير ايجابي، واخذنا وعطينا وكان في افكار متطوره وافكار بناءه. فخلينا نرجع للاجواء هيدي ونتفق على حلول، لانه مثل ما في البعض نتمسك بمرشح، كل ما تمسكنا بمرشح بهالطريقه ايا كان، كل ما خلقنا ردة فعل عند الآخرين. مش بهالطريقة بنحل القصة، نحل أزمة الرئاسة بتفاهمنا مع بعضنا البعض، مثل ما بيعمل رئيس بري، النواب وعم بينزلوا على مجلس النواب، عم بيشاركوا بالجلسات، وعم بيصير في نقاشات جوا. خلي هذه تتوسع على حلقة التشاور واللقاءات، وبهالطريقة هذه ننتخب رئيس ان شاء الله يكون عماد عون، ان شاء الله يكون غير عماد عون. نحن ما حاطين فيتو على حدا، نحن ما رشحناه وقلنا انه عندنا تحفظ للاسباب المعروفه لما رح نرجع لها. بس مين ما انتخب اهلا وسهلا فيه، بنبوسه على الخدين وبنهنيه وبنحط حالنا بتصرفه. بس مش بهالطريقه هيدي. بدنا ننتخب رئيس من المنابر وبالاملاءات انه يا بتنتخبوا فلان يا بنعمل وبنسوي، يا بنعمل حرب اهليه. ما هذا منه لبنان على كل حال، مش لبنان اللي بنعرفه. فخامة الرئيس، سؤال أخير قبل ما ننهي معك. هل معركة المتن رح يكمل حزب الكتائب بخوضة لجهة إقفال مطمر برج حمود؟ لأنه عم نشوف أنه في تصعيد عم بيكون من حزب الكتائب، وشكلهم يعني مصلحة الطلاب مكملين. لأي حدود سيصل هذا الرفض؟ يعني اللي عم بيحصل تحت هو تعبير عن ثورة عارمة، تعبير عن مشاعر ناس. بعتقد الجميع بده تطبيق كل قرارات مجلس الوزراء، بس قرارات تنفيذ القرارات ما بتكون بشكل استنسابي، ما بنقول لا تقربوا الصلاة وبننسى تكملة الآية، ولا بنقول لا إله وبننسى تكملة الآية. بدنا نعرف انه مجلس الوزراء في حل متكامل، لا سيما بما يتعلق بمكبر حمود. بقول اولا في الدرس البيئي، نعمل دراسه بيئيه وصحيه تنعرف شو نتائج هالمشروع هذا على البيئه وعلى الصحه، وهذا شيء ما عم بيتم، ولا حدا عم بيطرح الدراسه البيئيه اللي بدها تتلزم، ما عم تتلزم. لزم المشروع الأول، المشروع التنفيذ، قبل ما يشوفوا الدواعي أو النتائج البيئية والصحية على هذا الموضوع. والشيء الثاني فيه هو المعالجة، كذلك أمر ما في أي جهد على صعيد المعالجة، عم نكب هالزبالة دكمة. وهيدي أنا بأكد لك هيدي جريمة بحق ليس فقط منطقة ساحل المتن، إنما بحق لبنان. أنا بتمنى عم بقترح انه انا بوجه له تحيه، وعم بيعمل شغل مشكور وزير الصحه الصديق معالي الوزير وائل ابو فعور بلجهه مراقبه الصحه العامه والكشف على بعض المؤسسات الى ما هناك، اخذ اتخاذ تدابير معينه. انا بتمنى انه ينعمل لجنه سريعه، هيئه طوارئ سريعه بوزاره الصحه مع بعض اهالي المتن، يشوفوا شو نتائج هالتدبير اللي اخذته مجلس الاعمار بحق شريحه كبيره من الاهالي. يعني على قضيه الصحه في جريمه بحق المواطنين، في كارثه صحيه وكارثه بيئيه عم تحصل بالمنطقه. نكب دكمه هالزباله هيدي، بعدين منطقه اهلي بالسكان،
في يعني مكملين بالتحرك يعني المراكز التجاريه، في ملاعب رياضيه، في مؤسسات، في بيوت، في سكن، برج حمود، الزلقه، جديدي، الدكواني، كلها مناطق يعني فايته هالزباله فايته لجوع على قلب البيت. يعني بده يكون قاعد الزلمه عم يتغدى هو ومرته واولاده، فات الزباله والدبان والروايح على طاوله السفره. طيب معقول؟ باي بلد يعني مكملين بالتحرك؟ هيدي بتخلق ثوره، منك انه ما رح توقف. وبعدين هيدي ما حدا يزايد على حدا، ما حدا يزايد على حدا بهالموضوع. يعني كلنا بدنا حل، وكلنا بدنا بيئه صحيحه، وكلنا بدنا نحل قضيه النفايات، بس مش بهالطريقه مثل انه بالقوه بدنا ننزل هالزباله بدنا نكبها بهالطريقه وانتم كل واحد يدبر حاله. يعني هيدي عم ما تاخذيني، بس انه لان عم بيتزايد كثير بهالامور، كل واحد بيفعل نظريات من عنده. هيدي عم نأسس لعمليه تهجير جديده، لما اني عارف انه مين بيبقى بالمنطقه من اهالي المتن، خاصه من ساحل المتن، مين بيبقى بالمنطقه لما بتكون الزباله فاتت على قلب البيوت. هيدي الطريق الساحليه بالمتن المحاذيه للاوتوستراد. يعني مكملين هيدي فايته بقلب بالتحرك. انا هيدا عم بسالك لانه كل اهالي الشمال، اهالي طرابلس واهالي جبيل واهالي البطرون كلهم بيستعملوا هالطريق. هيدي عم بتفوت بالزباله. طيب كيف بتصير هيدي باي منطق يا عمي؟ باي بلد عند الموماو ما في هيك؟ كيف بيقبلوا اهالي المتن؟ اهالي المتن لا يمكن يقبلوا. اهالي جديدي والفنار والزلقه وبرج حمود وهالمنطقه المجاوره لهالمكب زباله لا يمكن يقبلوا ان تفوت زباله اللي عندهم على البيت. انا لذلك عم بطلب من وزير الصحه خلي هو يحط ايده على الملف، مش كل واحد يعمل لنا نظريات من وهيدي في مشروع تهجير لاهالي المجاورين لهالمكب. يعني ما بعرف انا كيف باي منطق وضع الكوستا برافا ما اعرف الحكومه هيدي، ما اعرف الحكومه كل تخبيصات الحكومه عم نشوفها، الفساد حتى رئيس الحكومه وبالذات عم بيعترف انه حكومه الفساد صحيح. وحكومه المرق اللي تمرق لك، بس انه نوصل لهون لا. هيدا يعني عم نأسس لثوره او عم نأسس لتهجير. اللي بده الثوره بالمنطقه تحت وبده التهجير يتفضل يكفي بهذا المشروع بوضوح بصراحه. فخامة الرئيس رح تباركوا التمديد لقائد الجيش قبل ما اختم معك؟ نحن يعني عندنا كل الثقه بقائد الجيش، وبنعرف شو التضحيات اللي بذلها وشو الانجازات اللي حققها